السلام عليكم. خاطرة صغنونة، كنت عايزة أتكلم عن لو حد فينا ناوي يغيّر سلوك معيّن أو حاجة معيّنة تقرّبنا من ربنا أكتر في رمضان، وده الطبيعي لأي حد إنسان مسلم أدرك رمضان أو عارف قيمة رمضان إن هيعمله أو هياخد خطوة. طبعًا ما فيش شياطين، ما فيش حاجة يعني بتعقّد لنا الأمور غير بقى دلوقتي للأسف بقايا التأثيرات اللي كانت علينا طول السنة هي اللي بتبدأ تحرّكنا أو تأثّر علينا في شهر رمضان. أول حاجة عاوزين نبقى مدركين جدًا فضْل رمضان، مش فضْل رمضان، فضْل إن ربنا اختارنا نفضل عايشين وندرك رمضان، إن إحنا ما موتناش قبل رمضان. في ناس عرفنا إن في ناس بتموت قبل رمضان وفي ناس مش بتلحق رمضان، وإن فعلًا فكرة إن أنت ربنا اختارك وميّزك إن أنت تدرك رمضان وتدخل رمضان 30 يوم ما عادش في 30، عندك فرصة إن أنت يتغفر لك فيهم كل ذنوبك، تُعتق من النار تمامًا. فأنت عندك فرصة عظيمة أنت تلحق فيها في أي يوم تتوب أو تدوّر على حاجة أو صفة معيّنة تبدأ تتخلّص منها أنت عارف إن الصفة دي ربنا مش راضي عنها، بدليل إن أنت أصلًا نَفْسك بتؤرقك وفعلًا ضميرك بيأنِّبك جدًا من ناحية الذنب ده، وأنت عارف إن هو ذنب. كل واحد فينا عارف هو بيعمل ذنب إيه بالضبط، وعارف إن الحاجة دي ربنا مش بيرضى عنها، سواء بقى في لبس البنات أو في حد ما كانش بيلتزم بالصلاة وقرر إن هو يلتزم بالصلاة في رمضان. بالنسبة بقى للبنات في حاجات كتير، يعني في اللبس، في تغيير اللبس، في خطوات بسيطة يعني. طيب دلوقتي لو إحنا شُفنا حد أو بنت مثلًا بدأت خلاص إن هي تاخد خطوة، لو هي كانت بتبيّن شوية من شعرها فبدأت خلاص تخلّي الطرحة ما تبيّنش أي حاجة من شعرها، لو كانت بتحط full makeup أو makeup over وباين وروج لونه ومش عارف إيه، لأ، بدأت تخفِّف الكلام ده خالص أو بدأت تقلِّل منّه جدًا، جدًا. شاب ما كانش بيصلّي بدأ إن هو يصلّي، ما كانش بيقرأ قرآن بدأ إن هو يقرأ قرآن، ما كانش بيطيع أهله أو أخد خطوة بصفة عامة. حاولوا تثبتوا، حاولوا إن إحنا نثبت، وحاولوا إن إحنا نثبِّت ونشجّع الناس اللي حوالينا اللي بجد بياخدوا الخطوة دي، وفعلًا باين إن هُم ما عادوش بيبيّنوا حاجة من شعرهم أو فعلًا في حاجة ملحوظة. يعني أكيد هنشوف بنت بنشوفها طول السنة بحال وفجأة لقيناها في رمضان بحال تاني خالص، أو بدأت تاخد خطوة إن هي تبقى بحال تاني. بلاش إن إحنا ما نشجّعش الناس دي، لازم نشجّعهم، ولازم إن إحنا الناس دي لازم تثبت، ولازم ما تتأثّرش بالناس اللي حواليها. مش فكرة بقى هيقولوا عليَّ خلاص استشيخت وهيقولوا عليَّ مش عارف إيه، يقولوا اللي يقولوه. ما فيش حد هيتحاسب مكان حد تاني، ما فيش حد فينا مش هيدخل يتحاسب لوحده. فبالتالي أنت عندك فرصة توبة كبيرة وعندك فرصة غفران كبيرة. ربنا بيقول: "ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟" ما حدش فينا مش هيحب إن ربنا يغفر له، وبالتالي اللي قدامك لو عايز يضيّع الفرصة خلاص هو حُر يضيّعها. هي الفرص جات للناس كلها، كل المسلمين في الشهر ده، فاللي بيضيّعها خلاص هي بتضيع عليه هو. هو مش واخد عهد عند ربنا والعياذ بالله، يعني حاشا لله، ولا هو خلاص ضامن إن هو يعيش بُكرة، حتى بُكرة بتاع رمضان، مش بُكرة بقى اللي بعد رمضان. يعني إحنا مش ضامنين نعيش بُكرة بتاع رمضان، فلو هنعيش بُكرة اللي بعد رمضان برضه دي حاجة مش مضمونة. فاللي هو خلاص هنتوب إمتى أو هنتغيّر إمتى أو هناخد الخطوات دي إمتى؟ فبجد ربنا يثبِّت كل حد كان بياخد خطوة ومشي عليها. نقطة تانية من الحاجات برضه اللي حابة أتكلّم فيها جدًا ضروري، أي تغيير أنت هتعمله في حياتك سواء أنت ولد أو بنت، أي تغيير، تغيير في لبسِك، تغيير في شكلِك، تغيير في أسلوبِك، تغيير في style في حاجة فعلًا في الدين. يعني هو إحنا لازم نتغيّر في حاجة ليها علاقة بالدين دلوقتي، يعني نتغيّر في حاجة بتقرّبنا من ربنا دلوقتي حالًا. ما إحنا مش هنبقى مثلًا طول السنة بنسعى وبنعمل حاجات للدنيا، وبنعمل حاجات بقى سواء للتعليم بقى، للتخرُّج لولادنا، لأهلنا، لأسرتنا، مش عارف أزواجنا أو وهنيجي عند جانب ربنا ولأ، هو ربنا خلّى رمضان علشان الناس فعلًا تبدأ تتفرّغ شوية إن هي تقرّب من ربنا في الشهر ده. عندك project مهم، عندك حاجة مهمة في الشهر ده أنت لازم تعملها. فأي تغيير أنت هتعمله كل اللي حواليك هيتأثّروا بيه، سواء هتاخد ثواب الناس اللي هتتأثّر بيك أو هتاخد ذنب الناس اللي بتتأثّر بيك. بمعنى إيه؟ ممكن نطوّل بس فيها شوية صغيّرين. لو أنا فعلًا اتغيّرت في حاجة معيّنة أو أنا بنت وضبّطت حاجات في لبسي أو أنا ولد وضبّطت حاجات في أسلوبي، اللي حواليّا هيحسّوا إن لأ ده رمضان فعلًا عشان الناس تتغيّر، طَب ما أنا كمان عاوزة أتغيّر. ده فلانة اللي كنت باشوفها على طول بتنزّل أغاني مثلًا أو دايمًا بتبقى لابسة لبس مش أحسن حاجة أو حاجات في شعرها باينة أو الكلام ده كلّه،
بدأت ما تبيّنش حاجة أو بدأت تقلِّل makeup خالص أو فعلًا، فعلًا بدأت تتغيّر، ده ما عادتش بتحُط حاجة خالص، إحنا فعلًا بنلاحظ ده، كل الناس بتلاحظ ده، فأنتِ بتكوني سبب في إن اللي حواليكِ أو الشخص بيكون سبب في إن اللي حواليه ياخُد الخطوة وهو كمان يتشجّع إن هو يعملها، فده أنتِ هتاخدي أصلًا ثوابه، لإن أنتِ كنتِ بالنسبة له والله العظيم من غير ما ناخُد بالنا هت يعني هتبقوا سبب للناس اللي فعلًا ناوية إن هي تغيّر أي حاجة، هتثبّتوا الناس. هتفكّروا الناس إن فعلًا رمضان بتاع البنات فعلًا اللي هي فجأة بتبقى كانت طول السَنة بلبس وفجأة بقت برمضان بلبس تاني، أيوه من غير بقى تنمُّر من غير أي حاجة خالص، ده علشان أصلًا رمضان موسم عبادة، علشان أصلًا في غفران، علشان أصلًا في حاجة كده option مش موجود طول السَنة ولازم كل واحد يستغلّه، مش لازم إن إحنا نحُط مثلًا إيه ونقعد بقى نتنمّر إيه ده شُفت فلانة إيه يا بنتي أنتِ عاملة في نَفْسِك كده ليه ومكبّرة الدنيا كده ليه وبعد الفطار انزلي عادي وخليكِ في الصيام مش عارف إيه، لا، لأ، ما فيش الكلام ده يعني. أو العكس بقى وربنا يا رب يعافينا جميعًا، إن أنتِ تاخدي ذنب اللي قدّامِك، بمعنى إنِّك تتمادي في اللي أنتِ بتعمليه أو الشخص يتمادى في اللي هو بيعمله عادي، ما يبقاش فارق مع الناس، فبالتالي لو حد كان بيفكّر يتوب أو كان بيفكّر ياخد الخطوة ولسه نَفْسه مهزوزة ولسه نَفْسه برضه ضعيفة وبتشدّه شوية وده طبيعي جدًا، لو حد فينا حاسس إن هو لسه بيتشد للدنيا حتى وهو في رمضان، ده طبيعي لإن أنت برضه إحنا 11 شهر بيتحط علينا من حاجات كتير، من شهوات الدنيا كلّها، فإحنا في شهر في بدايته هيبقى لسه في تأثير، بس فعلًا الجهاد بتاع النَفْس ده محتاج عزيمة شوية، فكل ما هنقاوم وكل ما هنلاقي ناس حوالينا هيشجعونا. طَب أنا دلوقتي مثلًا لقيت حد في محيط الدايرة بتاعتي خلاص هي زي ما هي قبل رمضان زي بعد رمضان، نفس لون الروج الفاقع، نفس الأغاني، نفس اللبس الضيّق أو نفس اللبس اللي ما فيش فيه مثلًا حتى لو تغيير بسيط أو حتى لو كانت في ناس بتبقى فعلًا داخلة رمضان ناوية إن هي تعمل حاجة كويسة، ولمّا تلاقي اللي حواليها لسه زي ما هُم وما حدش فيهم اتغيّر، خلاص ترجع تاني زي الأول وتقول لِك ما هو فلانة لسه بتحط حاجات وما عملتش حاجة في لبسها أو ما ضبطتش حاجة في لبسها، طب ما فلان لسه بيعمل حاجة المعصية الفلانية وخلاص ما بطّلهاش، خلاص أنا مش هابطّل، أو تحس إن أنت بتشجّع اللي قدّامك إن هو يفضل على الذنب بتاعه، أو إن هو يفضل على الحاجة اللي كان هو نِفْسه يغيّرها، بس لمّا لقى الشخص اللي قدّامه لسه زي ما هو، خلاص ما اتغيّرش. خلّينا نكون سبب في إن اللي قدّامنا إن إحنا ناخد ثواب اللي قدّامنا بإن إحنا نشجّعه، خلّينا نكون سبب في إن إحنا ما لناش دعوة بالناس، إحنا عايزين أهم حاجة نتغيّر، أهم حاجة نستغل فعلًا رمضان على قد ما نقدر، يعني بلاش نكون بنسمع دايمًا، دايمًا خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر، من أدرك رمضان ولم يغفر له، خايب، شخص خايب، فباقول لك إيه أنت خايب، خايب دي يعني كان قدّامك فرصة تطلّع منها دهب مثلًا أو تطلّع منها فلوس فعلًا أو تطلّع منها حاجة لو هنتكلم بقى بلغة الدنيا، تطلّع منها حاجة مفيدة ليك أنت في حياتك وتسيبها بتقول أصل أنا مش عايزها أو تكسّل وتروح تنام، فأنت اللي خسرت، يعني هو الخسران عليك أنت كشخص، سِبت فرصة معيّنة كانت قدّامك وأنت اللي سِبتها ومشيت، وكل الناس قالت لك إن هي فرصة وأنت نَفْسك عارف ومقتنع إن هي فرصة، بلاش الشيطان وبلاش الرواسب اللي موجودة في حياتنا من شهوات السَنة كلّها تخلّينا نضيّع فعلًا رمضان أو نضيّع فرصة إن ربنا يغفر لنا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ دايمًا افتكروا الآية دي، ولأ يا رب نحب إن أنت تغفر لنا ونقبل على ربنا فعلًا بإنه يا رب إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يغفر لنا يا رب اللهم آمين.